أبرز ما جاء من أخبار رياضية هذا الأسبوع: حسن صبحان: موضوع بنزيما غامض، وعلى إدارة الاتحاد توضيح السبب. يجب على إدارة نادي الاتحاد أنها تطلع وتتكلم عن موضوع بنزيما، موضوعها غامض. اللاعب واضح أنه له مصابة لا أي شيء، ويطلع ليش ما لعب؟ أنت جبتها بنزيما عشان دوري أبطال آسيا، عشان المباريات الحاسمة. أنت من أنت قاعد تستفيد منه؟ إيش السالفة؟ هل اللاعب ما يلعب؟ هل الإدارة متهاوشة معه ما تبغى يلعب؟ هل المدرب متضارب معه؟ هل هو ما يبغى يلعب؟ أما سعود عبد الحميد لم يرغب في المغادرة، لكن تم طرده من معسكر الاتحاد قبل أن يتخذ قرار انتقاله إلى الهلال. لؤي ناظر الرئيس السابق لنادي الاتحاد مرشح للعودة لرئاسة النادي نهاية الموسم الحالي. جماهير الهلال تستفز حمد الله، وردة فعل حمد الله بعد الاستفزاز: يا بكايا أبكيك للهلال والنصر، الاتحاد والنصر، يا بكايا يا بكايا أنا النصر والاتحاد. احتفالية متروفيش الغريبة. علي البليهي: تقديم الإفطار له في بركة السباحة. الحين مخلي الأماكن كلها في البيت، شوفوا وين قاعد يفطرنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نقعد هنا برا، ليش تقعدنا داخل مسبح؟ والله ودي أشغل عليك الشلال ده أشغل عليك. طبعا هذه أنا اللي مسويها من الساعة 3 وأنا قاعد أسويها من كورونا. وش مكوناتها؟ وسيصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقوبات على لاعبي والجهاز الفني في نادي النصر بعد الأحداث التي حدثت في مواجهة النصر مع العين. نادي غلطة سراي التركي سيتحدث مع السنغالي ساديو ماني في نهاية الموسم الحالي لانضمامه إلى الفريق. تغريم لاعب النصر محمد الفتيل بمبلغ 20,000 ريال بسبب غيابه عن اللقاء الإعلامي بعد مواجهة النصر مع الرائد. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.